السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير، وياكم زيد الكربلاي. حبايبي، اليوم حلقتنا عن كلاش رويال، عن تفتيح الباكجات الصناديق. نفس ما تشوفون طبعا طلع لي هذا الصندوق السحري نفس ما تشوفون قبالكم بهجمة عادية وطلع لي. طبعا هو الصندوق السحري نفس ما تشوفون هذا قبالكم، الصندوق عملاق وسحري وصندوق سحر خارق. فهذا الخارق حتى يطلع به بطاقات اسطورية. الصندوق السحري هذا شباب مو شرط انه انت الهجمة يعني لازم تبدأ بها اللي يطلع لك، هي صدف يعني. انا ما يعني جربتها صدف، نادر انت يطلع لان هجمة عادية وطلع لي بها. فهسه راح نفتح الصناديق قدامكم ونبدأ بالصناديق المجانية ونشوف شنو يطلع لنا. طبعا الغيلان، طبعا الصناديق المجانية بعض الأحيان حتى يطلع بها بطاقات ممتازة، أفضل تكون من الفضية. بس حنطلع عنا ورب ذكر وكوخ الغول. نجي الصندوق الفضي، أسهم وفارس مزينات مو إشكال. يلا حشد المليون حلو وتسلا. وهسه راح نفتح الصندوق السحري ونشوف شي يطلع لنا بيه، وان شاء الله يطلع شي بخير. فلوس 379، 3 بربري، 4 تسلا، 7 حرامية هذول الغيلان، 13 أسهم حلو، و19 من حشد المليون. واخر بطاقتين خشوف شنو يطلع لنا بيهن. اوه فالكيري، ما احتاجها بصراحة. اخر بطاقة يا رب تكون شي بيحظ. بيكا 2 شباب، شي خرافي. هسه نقدر نطور البيكا نفس ما تشوفون. وينه البيكا هذا نفس ما تشوفون نقدر نطوره، وراح نطوره ليفل 2. طورناه ليفل 2 صار خرافي. طبعا هو الليفل 1 كلش قوي. هسه نفس ما تشوفون عندنا هنا هاي الاستراتيجية مالتي. انا هم استعمل البيكا، كنت يعني اتمنى اطوره ليفل 2، صار لي هواي ما عندي وما مطوره. شباب، بعد شغلة ثانية عندكم استراتيجيات. يعني استراتيجيات بعض الاستراتيجيات تكون ناجحة، بس اذا الخصم عندكم يطلع لكم عنده استراتيجية يعني تفشل الاستراتيجية مالتك، تكون ضد الاستراتيجية مالتك، فانت لا تعتقد انه هاي الاستراتيجية مو زينة او فاشلة. لا، بس بعض الاشخاص عندهم استراتيجية ضد الاستراتيجية مالتك يصدف، فراح تكون خسارتك شي مؤكد الا اذا هو قام يتعاون وياك. وطبعا عندي صديقي عبد الله من المغرب، صديقي هو يعني قريب عليه كلش، احبه مثل اخوي. فراح احط لكم الرابط مالته، رابط مال قناته اسفل الفيديو. اتمنى تشتركون بقناته، هو مبدع بصراحة. عنده قناة تهكير العاب ويهكر اي لعبة تردونها مع طبعا الاوف لاين. فاتمنى تدعمونه وتشاركون وياه. وصلنا لكم لنهاية الفيديو، كان معكم زيد الكربلائي. تحياتي لكم ومع السلامة.